طول عمري باقول إن الليل كائن حي وبيتنفّس، بس هو بيتنفّس بشكل مختلف عننا، بيتنفّس بالراحة وهواه تقيل ولزج، ولكن هو بيعرف دايمًا إزاي يهرب من تحت الأبواب أو فتحات الشبابيك، وفجأة يملى الأوضة، وتأثيره مش مجرد غياب للنور، ولكن هو حضوره طاغي في الأوضة، وفي ليالي معيّنة زي الليلة ديّة، الليل ما بيجيش لوحده، بيجيب معاه كل الأشباح اللي كنت باحاول أهرب منها طول النهار، سواء ذكريات، أصوات، وشوش، أسئلة، بيفرشهم كلّهم قدّامي على السرير، ويجبرني إن أنا أبُص عليهم، وكل حاجة فجأة بتتحول لمراية، انعكاسك على شاشة الموبايل المطفي، الهدوء اللي بيرُد صوت أفكارك في ودانك، كل حاجة بتصرّخ في وشّك بحقيقة واحدة كنت بتحاول تدفنها تحت دوشة اليوم، وهي أنت مش هنا، جسمك بس اللي هنا، قاعد في المكان ده ليه؟ في الزمن ده ليه؟ أنت مش مُدرك حاجة، ولكن أنت مُدرك إن حياتك ضايعة، وضايعة في مكان ما بين الماضي اللي أنت مش قادر تنساه أساسًا، والمستقبل اللي أنت مش شايف له ملامح. والليلة ديّة أنا باحاول إن أنا أهرب، وباقرر إن أنا أقعد مع الأشباح ديّة، وللأسف باقرر إن أنا أعترف بصوت عالي حتى لو لنفسي بس، ما أعرفش مين هيهتم أساسًا، أنا مش تمام. والكلمتين دُولة بجد تُقال على قلبي أوي. أتقل من كل الكلام اللي قُلته في حياتي، ولكن بجد أنا محتاج إن أنا أواجه ومحتاج إن أنا أفوق لنفسي، محتاج أفهم ليه أنا مش تمام. فبدون أي مقدمات أهلًا بكم في حلقتنا، حلقة جديدة من بيني وبين نفسي، أنا أحمد غنيمي، ولو حابب تسمعني عامةً اعمل لايك وسبسكرايب براحتك، ويالّا بينا نبدأ حلقتنا. في البداية أنا عايز أفهم شيء، إيه التعب اللي ما لهوش اسم دوّة؟ أنا عايز أعمل تشريح للضياع اللي إحنا فيه. لأن كل واحد عنده مسمى، يعني في ناس بتسمّوه إرهاق، في ناس بتسمّيه اكتئاب، في ناس بتسمّيه قَلَق، بس عارف باحس إن كل دي عناوين كبيرة مُضلِّلة، يعني أصل التعب مثلًا اللي أنا باحسّه مادي أكتر، باحسّه في طعم الأكل اللي بقى كُلّه شَبه بعضه، باحسّه في كوباية القهوة اللي أنا ماسكها بإيدي، اللي أنا شايف بُخارها بس أنا مش حاسس بدفاها، أنا مش عايز أقول كلام مجعلص كده اللي هو كلام تنمية بشرية وكلام يبان إن هو كبير، اللي هو إزاي مش حاسس بدفاها، لأ، أنا طبيعي حاسس بدفاها، بس عارف اللي هو الشعور اللي جواك، أنت يعني عارف اللي هو كأن في طبقة عازلة كده بينك وبين كل حاجة، في حاجة دايمًا عاملة لك إعاقة إن أنت تحس بقيمة كل شيء، أنت مُدرك إن أنت عايش في نعمة والحمد لله، بس أنت يعني عارف اللي هو إيه، أقرب وصف ييجي في دماغي إن أنا عايش زي الطيارة. محطوط على الauto pilot عامل زي تسلا كده، محطوط على الauto pilot جسمي حافظ كل الحركات، بيصحى، بيلبس، بيروح الشغل، بيرد على إيميلات، أي حد يكلمه على واتساب تمام الحمد لله، أنت عامل إيه؟ لمّا حد يسأل بس عليك اللي هو يعني عارف اللي هو أنت بتحاول إن أنت تجاوب اللي هو الحمد لله تمام، تمام، اللي هو الكلام ده، ولكن هل عقلك معاك؟ عقلي ووعيي في مكان تاني خالص، أنا عامل زي مراقب كده، واحد بيراقب فيلم والفيلم مش حلو وفيلم بايخ أوي، وبطله هو واحد شبهي، عارف أنا كإني في فيلم آسف على الإزعاج، بس أنا مش عارف يعني اللي هو كإني بس أنا مش موهوم، هو كل اللي حواليّا يعني عايشين في عالم، بس أنا مش قادر إن أنا أتجارى معاهم في العالم، عامل كإني أنا الشخص الوهمي في فيلم آسف على الإزعاج، أنا الشخص اللي الناس كلها بتتخيله، عارف اللي هو كده. يعني أبسط الحاجات اللي هو هاتكلّم معاك فيها، إن الحاجات اللي كانت بتنقذني زمان، كانت بتخرّجني من الmood دوّة، يعني في حاجات كتير، بس يعني عارف بقت أغلبها دوشة لدماغي، يعني الأغاني اللي كنت باحبها باجي أسمعها دلوقتي، عارف الكلام بيعدّي من وداني كده اللي هو ماشي، 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 سلام، يعدّي كده من غير ما يلمس أي حاجة جوايا. الأفلام أنا بقى لي فترة مش عارف إن أنا أحس بقيمة الأفلام، أنا باحب الأفلام وباحب السينما وباحب عامةً الanimation وباحب كذا حاجة، بس بقوا بيحطّوا قدّامي كده اللي هو مجرّد صور بتتحرك على الشاشة، اللي هو ممكن الفضول يحرّكني إن أنا أعرف مثلًا القصة، ولكن ما اتفرّجش على الفيلم، ما أعرفش ليه، ولكن يعني بقى في نوع من أنواع البرود كده. وأبسط شيء مثلًا لمّا بافتح الموبايل، دي بجد الكارثة الحقيقية اللي باعاني منها، أغلبنا بيعاني منها عامةً، بتشوف حياة الناس التانية highlights reels كلّها نجاح، سفر، حب، ضحك، أنا أحس بإيه؟ أنا مش حاسس بحاجة غير إن أنا شخص مُخزي، مش حاسس غير بشعور إن أنا
يعني مُخزي جدًا. يعني ومش مُخزي إن أنا لكوني نَفْسي، لأ، أنا مُخزي إن أنا مش قادر إن أنا أكون زيّهم. عارف اللي هو باضطر إن أنا أمثّل، اللي هو باضطر إن أنا أمثّل قصاد الكل إن أنا كويس. ليه؟ علشان إن أنا أشاركهم اللعبة ديّة. أنزّل صورة قديمة مثلًا باضحك فيها، أنزل مثلًا مع أصحابي على القهوة اللي هو أتصوّر صورة اللي هو إيه لمجرد إن أنا بانزّلها story بس اللي هو عشان أنزّل عليها أغنية، أو أغنية عميقة اللي هو عشان أعمل تمويه اللي هو أقول بيها للعالم يا جدعان ما تقلقوش أنا لسه موجود، لسه بالعب معاكم. والحقيقة أنا أصلًا غرقان من زمان، ودي مجرد البقاليل اللي طالعة على سطح المَيّة. فأنا بجد مش مُدرك. وحتى مثلًا هننتقل لجزئية تانية، بما إني شخص عشوائي جدًا في الفيديو دوّة. أنا الفيديو ده أنا مش كاتب النُقط. أنا يعتبر أنا كاتب script بس أنا مش هامشي عليه. أنا كده اللي هو هاتكلم الكلام اللي طالع من جوايا. يعني حتى لمّا حاولت إن أنا أكتب الscript ما أعتقدش إن هو طلّع كل اللي جوايا. طاقتي بقت بتطلع دايمًا أغلبها في صورة الكلام دوّة. ما أعرفش مين أساسًا هيستفاد أساسًا من محتوايا. هو أنا أتمنى إن الكل يستفاد، بس أنا بيني وبين نفسي يوم ما عملتها، أنا عملتها أساسًا عشان نفسي، عشان تشفي نفسي. وتقريبًا دي أكتر حلقة بتلمسني، يعني إن ممكن الحلقة ديّة هي وحلقة تانية من قبل كده، هم من أكتر الحلقات اللي قعدت أفكّر فيهم وأنا باعملهم. يعني أنا هانتقل عن النقطة دلوقتي على حاجة محسّساني بأثر الخيبة حرفيًا. عارف اللي هو لمّا تحس إن في حاجة كانت المفروض تكون هي طوق النجاة بتاعتك. يعني أنا دايمًا في نظرية جوايا، إن في شخص واحد دايمًا هو هييجي وهيغيّر لك الدنيا، هيفهم كل حاجة فيّا من غير ما أشرح. على الرغم من إن أنا مقتنع إن أنا ما ينفعش إن أنا أكون مسلِّم اللي هو يعني مثلًا كنت باتكلم مع واحد صاحبي امبارح في موضوع معيّن. هو سايب الحياة مش عايز يطوّر حاجة، مش عايز إن هو يجاهد، مش عايز إن هو يكافح، لمجرد فكرة إن هو مستني حد يشدّه من كل الضلمة ديّة. فاللي هو كنا بنتجادل قُلت له إيه، قُلت له: "يا اسطى إن المفروض إن أنا لمّا باجاهد وباكافح، أنا مش باجاهد وباكافح عشان شخص، أنا باجاهد وباكافح علشان نَفْسي." أنا مقتنع بالفكرة ديّة، ولكن برضه في قلب اقتناعي بالفكرة ديّة، أنا محتاج شخص ييجي هيبُص في عيني كده ويشوف الحرب اللي أنا جواها. وعارف اللي هو هيحضني في لحظة. وعارف اللي هو كأن الحضن دوّة هيرمّم كل السنين اللي فاتت، كل السنين اللي أنا كنت باجري. كلّنا بيبقى عندنا الجزئية اللي هي بتاعة إن إحنا كلّنا شايفين إن الحب هو جزء من خطة الهروب الكبيرة اللي موجودة في حياتنا. أنا هاضرب مثال مثلًا إن مثلًا قصة الحب بتاعتي بعد ما جات بعد معاناة، بعد ما كنت خلاص حاسس إن أنا مُستنزف من كل شيء. وfun fact أنا لغاية دلوقتي مُستنزف بجد. وصدّقت فعلًا إن الشخص دوّة هو، وبنيت نوعًا ما جزء في قلبي عليه كل شيء. على الرغم من إن عقلي كان برضه أنا من الأشخاص اللي باشوف الرؤية دلوقتي بيبقى عندي جزء كده بعقلي وجزء بقلبي. أنا ممكن إن أنا أدوس على قلبي عادي جدًا، علشان أحاول إن أنا أعيش وفقًا للتوقعات العادية، التوقعات المنطقية. أصل ما ينفعش إن أنا أحب مثلًا حد اللي هو أنا عارف إن أنا هاظلمه، يعني ما ينفعش. اللي هو هاكون إنسان قاسي، هاكون إنسان ظالم، وأنا مش هاقبل إن أنا أكون كده. عارف يعني لمّا تحاول إن أنت توهم نفسك إن أنت بنيت على شخص كل حاجة، ومش بس حبيته، أنت حمّلت عليه كل تُقلك، كل آمالك، كل مخاوفك. عارف فيلم Inception؟ أنت حوّلت الإنسان من مجرد إنسان، تحوّلته لفكرة. ودي أكبر مشكلة، لإن أنت حوّلته مش فكرة عادية، أنت حوّلته لفكرة الخلاص، اللي هو ده الشخص المنقذ اللي هييجي يطلّعني من كل شيء. وده فعلًا بجد أكبر غلط. وبرضه نقطة كانت فيّا برضه اللي هو إن أنا شايف برضه إن هو مش مجرد بس إن هو المُخلّص، لأ، إن أنا كمان هاساعده في حياته، وإن أنا مش هاسيبه إن هو بني آدم يتأذى، لأ، لإن أنا باحبه. فبقى عندي جزئية بقى اللي هو الحب اللي هو إيه، عاوزه يخلّصني وأخلّصه، عاوزه اللي هو إن إحنا الاتنين نشيل هموم بعض ونعافي بعض ونخرج من دايرة التروما اللي إحنا عايشين عليها طوال حياتنا. فاللي هو ليه يا اسطى أنت بائس كده؟ لأ، لازمًا نفوق لنفسينا سوا. والأمر ده كُلّه عامةً غلط، لإن عارف هييجي لحظة لو أنت باني حياتك على شخص والشخص هيختفي. يعني مثلًا أنا الشخص اللي كنت نوعًا ما يعني أنا بادّي مثال حاليًا، هو مش شرط إن هو يكون مثال من حياتي. يعني الله أعلم أنتم ورزقكم لو أنتم عارفين حياتي ما ممكن لو مش حياتي ما أضمنلكمش إن القصة حقيقية يعني. بس أعمل زي يحيى عزام وأقول لك إن دي قصة مش مهم تسمعها. هي تعتبر قصة مش مهم تسمعها أساسًا. الإنسان نوعًا ما كسر قلبي، بس هو ما مشيش.
أنا نوعًا ما تقبّلت، أنا اللي فرضت إن أنا أحُطّه في مكانة، حتى لو عندي جوّه قلبي مكانة تانية ليه. أنا يعني الشخص ساب لي جزئية كده خلّاني إن أنا أغيّر هندسة روحي، ساب جوّايا كده عارف اللي هو طرف كده، يحس بوجودها رغم إنها مش موجودة معايا. ألاقي نفسي باكتب لها message عشان أحكي لها حاجة حصلت، وبعدين أفتكر، أشم ريحة برفان شبه بتاعتها في الشارع، قلبي يدق بنفس الطريقة، وبعدين أفتكر. ولكن بجد أنا باوصل للحظة إدراك إن بجد الفقدان مش حدث، لأ دي عملية مستمرة، وإنه بجد إن أنا ما ينفعش أفضل في الدايرة اللي أنا فيها. لإن في الأول وفي الآخر أنا برضه أنا اللي فرضت السيناريو ده على نفسي، أنا اللي غيّرت مكانة الإنسان، لإن أنا ما حبيتش إن أنا آخُد الrisk أساسًا. والأصعب من غياب الشخص إن أنت بتحس إن أنت بتلوم نفسك، هو أنا الغلط؟ طب الشخص ليه ما اختارنيش؟ عارف اللي هو أسئلة كتير وراه، اللي هو أنا الغلط فيّا، هو أنا ما أستاهلش أتحب، لو كنت عملت كذا أو قُلت كذا كان ممكن كل حاجة تتغيّر. فاللي هو أنت بتحس بشعور إن أنت شعور الخيبة، يعني وبجد إن الشعور دوّة مش بيوجع بس، لأ، هو بجد بيشكّكك في قيمة نَفْسك، بيخلّيك تخاف من القُرب، بيخلّيك يعني بجد إن أنت بتخلّي الوحدة هي الاختيار الآمن. يعني مثلًا لو أنت بتحب حد من كل قلبك وأنت عارف إن الشخص دوّة اللهم صل على النبي، يعني مثلًا أنت مش هتقدر إن أنت تحقق كل شيء، أو عارف إن أنت مش هتكون اختياره الأول، أو أنت خايف من كتر ما أنت خايف مش عايز تبذل effort إن أنت تتحط في الليستة قدّامها. مش عارف اللي هو مثلًا أنت شخص موجود في حياتها وصاحبها وكل شيء، بس أنت ما بذلتش مجهود إن أنت تكون في الليستة، ما بذلتش مجهود إن أنت تبان قدّامها، إن أنت تبان option أساسًا. أنت دايمًا كنت مختار شيء معيّن، كنت دايمًا خايف إن أنت تخسر كل شيء، فاخترت الشيء المضمون، حتى لو على حساب قلبك. فبجد أنا باوصل لمرحلة صراع، وده اللي أنا هاتكلم فيه دلوقتي. لإن مثلًا أنا النهارده الصبح وأنا باحلق دقني، وقفت للحظة في المراية وبصيت كده، اللي هو ما كنتش شايف نفسي، كنت شايف شخص كده أنا مش قادر إن أنا أفهمه، كنت شايف الموظف، الابن، الصاحب، كنت شايف كل الأدوار اللي أنا بالعبها. وعارف ابتسمت ابتسامة كده، هي مش ابتسامة فرحة على قد ما هي ابتسامة أنا باحاول أستوعب دوري إيه قبل ما أطلع المسرح. بجد أصل كل واحد فينا بيلبس ماسك، والماسك اللي بتلبسه كل يوم دوّة مصنوع من إيه؟ يعني تعالَ كده نعقلها بالعقل، مصنوع من 3 حاجات أساسية، كلمة كُلّه تمام، الدنيا ماشية، الحمد لله، أو جملة مضغوط بس عادي يا جدعان. أنت مصنوع من ضغطة في وقت غلط، من ضحكة عالية زيادة عن اللزوم، عشان تداري على الصوت اللي جواك. أنت بقيت شخص مصطنع وأنت مش مدرك كده، لأن الماسك دوّة بيستهلك طاقة رهيبة جدًا. لا تخيل مثلًا نكون قاعدين في قعدة، أنت زعلان من جواك، بس أنت مش هتعرف إن أنت تعبّر للي قدّامك إن أنت زعلان، أو مش هتعرف تقول له إن أنت متضايق منه في الحتّة ديّة، أو مش هتعرف إن أنت توضّح للناس قد إيه أنت في حرب. لا، أنت بقيت بتاخد يعني عارف اللي هو في جملة اللي هي شر البلية ما يضحك، أنت بقيت في شر البلية بجد وبقيت بتضحك. أنت بقيت بتستهلك طاقة رهيبة. عارف البطارية الاجتماعية بتاعتي بتبدأ اليوم على 10%، مجرد إن أنا أرُد على صباح الخير مثلًا في الشارع أو في الشغل، خلاص أنا ردّيت اللي هو صباح الخير خلاص أنا فصلت، ما فيش. وبجد في لحظات مرعبة كده في حياتنا هي لحظات خَلَل، عارف خصوصًا لمّا تبقى في وسط قعدة مثلًا والكل بيضحك وأنت سرحت اللحظة، وييجي حد يسألك سؤال بريء جدًا، اللي هو أنت فيك إيه يا ابني؟ شكلك متغيّر. السؤال ده عارف بيبقى عامل زي إيه، زي كشّاف نور كده فجأة، اللي هو واحد ماشي أنا ماشي بموتوسيكل مثلًا، وواحد ضرب العالي عليّا في المراية، أنا مش شايف حاجة، أنا خلاص أنا اتعميت، اللي هو في إيه يا ابن الحلال ليه بتضرب العالي؟ اللي هو بجد هو كشّاف نور اتسلّط على وشّك فجأة وأنت في الضلمة، بتتلخبط، بترتجل، أي إجابة اللي هو لا، لا، لا أبدًا إزاي يا عم بُص أنا تعبان بس شوية معلش يعني. وعارف بترجع بقى اللي هو إيه، تدوّر المكنة تاني في دماغك وترجع تمثّل اللي هو إيه، اللي هو لا، 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 أنا تمام يا جدعان اللي هو إيه ده القفلة مع الدومنة أيوه حلوة حلوة فشخ. وبعد ما بترجع بقى البيت آخر اليوم بقى بتحاول بقى تمثّل قصاد أهلك إن أنت مش حاسس إنّك تعبان من الشغل، مش حاسس إنّك تعبان من التمثيل،
ومش حاسس إنك تعبان من حماية العالم من حقيقتك الهشة، لأ، أنت شايف إن هو لا، لا، لأ، أنا ده دوري، أنا لازم إن أنا أمَسّي على الكل، ولازم إن أنا أبيّن لهم إن أنا شخص مثالي وشخص قوي ومكافح وما عندوش أي ثغرات، ما أعرفش ليه، مع إن ما حدش يعني هيحكم عليك ويقول لك اوعى، اوعى الشخص الهش أهو، الشخص الهش أهو، لأ، ما حدش هيعمل فيك كده يعني. يعني تعالَ كده لمّا تبُص حواليك، في مؤامرة كده هتحس إن في مؤامرة الصمت الجماعية. في الأول أنا كنت فاكر إني لوحدي، كنت باحس إني كائن فضائي كده عايش وسط الناس طبيعية وسعيدة، بس عارف بجد أنا لمّا بدأت أركّز، لمّا بدأت أبُص في عيون الناس بجد، مش بس باشوف وشوشهم، لأ، أنا بدأت إن أنا أُدرك، بدأت إن أنا أشوف نفس الإرهاق اللي عليَّ، اكتشفت إن إحنا بجد كلنا مشتركين في نفس المؤامرة، مؤامرة صمت جماعية، اتفاق كده ما بيننا ما بين بعض هو اتفاق ضمني. ما حدش هيظهر وجعه قصاد حد، كل واحد شايل هَمّه على كتفه وماشي جنب التاني وعامل نَفْسه مش شايف إن كتف التاني هو كمان محني من كتر الحمل، لا، 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 لأ، ده بجد بقينا بنقيس نجاحاتنا مثلًا بقدرتنا على إخفاء ألمنا، اللي هو إيه ده، إيه ده يا صاحبي اللي يعرف يضحك أكتر وهو موجوع، إيه ده يعني حد عندك مات يا ابن اللعيبة إزاي؟ ده مش معقول ما لكش حل. عارف اللي هو بجد اللي يضحك أكتر يبقى هو الأقوى، اللي يعرف يشتغل وهو مكسور ناجح، فشيخ، طيارة، دبابة، بجد إحنا عملنا شيء، إحنا حوّلنا الكتمان لفضيلة، ولمّا بتدرك الأمر دوّة بتحس بحاجتين عكس بعض، بتحس عارف بشعور كده اللي هو إن أنت مرتاح، مرتاح شوية إن أنا مش لوحدي، وبرضه شعور بقى تاني متناقض، إن أنت بتحس بزعل أكبر، عارف اللي هو كل الناس دي شايلة الوجع وشايلينه من سُكات، بتدرك إن الكوكب ده بيتحرك بطاقة ناس منهكة، بتمثّل إنها قشطة عادي بخير، ولكن بجد الأمر سخيف، يعني بتحاول إن أنت توصل لوضع كده معيّن، أنا الوضع ده أنا باسميه وضع توفير الطاقة، بجد وضع توفير الطاقة ده يعني هو بجد لمّا الاستسلام بيبقى نوع من أنواع النجاة، أنا مش باقول إن الاستسلام هو الشيء الصحيح، لأ، إحنا المفروض إن إحنا في حياتنا نواجه، وأنا ذات نفسي باعمل الحلقة ديّة عشان أواجه أساسًا العبث اللي كلّه بيدور في دماغي ده، ممكن أساسًا النهارده أنا أكون مُحبَط، ممكن بُكرة بعد ما أنزّل الحلقة ديّة هاكون راضي جدًا، ممكن هاكون في حالة مزاجية ما شُفتش قبلها، ممكن أقدر إن أنا أهِد كل المشاعر السلبية اللي أنا حاسسها في قلبي، عادي جدًا، على حسب طاقة مواجهتي. أنا مثلًا المرحلة الجديدة بتاعة توفير الطاقة ديّة اللي أنا كنت لسه باقولها لك، عارف الموبايل لمّا بييجي يقرّب بطاريته تقِل كده إن هو أنت بتقفل كل الapplications اللي في الخلفية، بتقلل الإضاءة بتاعة الشاشة، وبتسيبه بس إن هو يعمل الوظايف الأساسية، بتقفل الداتا، بتسيبه بس عارف اللي هو إيه، عشان يعيش لأطول فترة ممكنة. أنا عملت العبث ده في روحي عامةً، بجد. قفلت كل الapplications بتاعة الأحلام الكبيرة، الشغف، الفضول، القدرة على الدهشة، قللت إضاءة مشاعري، الفرح بقى بهتان. والحزن بقى من سُكات، أنا بجد أنا مش عارف إن أنا أعيّط، ودي مشكلة تقريبًا أنا محتاج إن أنا أتكلّم مع حد فيها، ممكن إن أنا أعمل حلقة عن يعني عن الحزن ذات نَفْسه، مش عارف، يعني على حسب هيكون فيّا طاقة أساسًا إن أنا أسجّل والّا لأ، أنا بقيت باعامل موضوع التسجيل ده كده يعني كنوع من أنواع الtherapist اللي هو أنا مش عارف إن أنا أتكلّم فين، فاللي هو أنا هاطلّع كل اللي جوّايا على الmic لإن ده أكتر مكان ممكن هاكون قادر إن أنا أتكلّم فيه بكل أريحية، أعتقد يعني، أو ممكن مش هاتكلّم بشكل sensitive لإن كده ما حدّش هيكون مهتم وده فارق يعني ده اللي بجد اللي مريّحني، إن ما حدّش مهتم، مين هيوصل للدقيقة ال20 يعني في الفيديو دوّة، مين؟ مين هيسمع الrecord من أوّله لآخره؟ يعني هو أنت لو سمعت الrecord من أوّله لآخره أنا أحييك جدًا يعني عامةً، ويعني هاكون حابب إن أنا أتناقش معاك جدًا، وممكن نقعد مع بعض على القهوة عادي جدًا يعني ما تعزمنيش أنا اللي هاعزمك الصراحة، هاعزمك على اللي تحبه ما عدا يعني ما تطلبش ماتشا، يعني إحنا كده هنقعد على القهوة، وهنقعد على قهوة بلدي، فيعني يا ريت يعني تكون إنسان حسيس، ممكن نشرب 2 تويست يعني هيكون مشروب جميل الصراحة، أنا الصراحة عايز أشرب تويست دلوقتي، المهم أنا بجد يعني بقيت باعمل الوظايف الأساسية، عارف اللي هو الفرق بين إنك تعيش وإنك ما تموتش. عارف المرحلة بتاعة إنك ما تموتش، اللي هو يعني بقيت مستسلم، بس هو مش هنضعف، والله هو باحاول إن أنا أتكيّف، أنا مطلوب منّي أكتر من طاقتي بكتير، أكتر من إنها قادرة أدّيه دلوقتي، وأنا باعترف أهو بشكل صريح، أنا مش قادر إن أنا أقدّم يعني بجد ده اعتراف بحدود طاقتي،
يعني أنا باقول لنفسي أنا مش قادر إن أنا أحارب النهارده، هاسيب السيف وهاسيب المعركة وهاخش أنام. أنا مش قادر أغيّر العالم، يعني بجد عارف اللي هو كان بدّي أغيّر العالم، ما أعرف العالم كيف غيّرني. يعني أنا باحاول إن أنا أخلّي العالم ما يغيّرنيش. عارف اللي هو بجد أنا يا دوب قادر أعدّي اليوم، يا دوبك زُقّه معايا. والفكرة أنا لو حسبتها كده، يعني الأمر كُلّه حسبته في دماغي، لو أنا مشيت بالمبدأ دوّة النهارده، أنا ممكن أعتبر الأمر ده انتصار، بس هو انتصار صغير وحزين في نفس الوقت. هاقول لك ليه بقى هو صغير وحزين في نفس الوقت، لإن أنت يا دوبك بتعدّي اليوم، أنت إيه إنجازك؟ هتفضل تعدّي اليوم بيومه؟ لأ، لازم أنا أفوق لنفسي. أصل بُص، أنا ماشي، أنا مستهلك دلوقتي، بس أنا لو فضلت طول الوقت فاكر إن أنا هافضل طول حياتي مستهلك، طب ما يا اسطى ما فأنا هاكون باعلّق حالي على شماعة إن أنا مستهلك، اللي هو يا اسطى مثلًا اللي هو إيه، قوم اعمل الشغل اللي وراك، معلش والله أنا مستهلك، معلش يعني معلش أصلي مش قادر، عندي anxiety، عندي depression. أنا مش باقلل من الأمراض النفسية، بس يعني أنا هاقول إن أنا باعلّق حِجَج، يعني لأ، مش هينفع. أنا برضه في جزئية من جوايا ممكن نوعًا ما هي عاملة لي شِبه لعنة. يعني بجد جزء من مشكلتي إني نوعًا ما بنيت سُمعة لنفسي، سُمعة إن أنا الشخص اللي بيُعتمد عليه. الهضبة، مش الهضبة عمرو دياب، بس يعني الصخرة، البني آدم السَنَد. عارف اللي هو الناس اتعوّدت على منّي إن هو ييجوا يفضفضوا، يشتكوا، يطلبوا، ياخدوا اللي هم عاوزينه ويمشوا. ومع الوقت عارف جواك كده، عارف اللي هو بيبقى في حتّة غضب كده هادي، بتحس إن عارف اللي هو أنت service بس، أنت خدمة، كرسي في مكان عام وظيفته إن هو يريّح الكل. ولكن يعني أنا كنت شايف نوعًا ما إن العطاء شيء جميل. هو العبء عامةً مش في المساعدة، ولكن العبء اللي أنا شُفته أو نوعًا ما باحاول إن أنا أهرب منّه، إن أنا ما أكونش، يعني عارف اللي هو ما أكونش شخص غير مرئي. يعني بجد عايز مشاكلي وتعبي وضعفي يبان للناس، لإن هم بجد من فكرة إن هم بقوا مُعتمدين عليّا، بقوا شايفين إن أنا ما عنديش مشاكل. إيه مشاكلك يا صاحبي؟ أنت بتتغدى لحمة، اللي هو عارف اللي هو كده. أنا ما باتغداش لحمة، أنا ما باحبش اللحمة أساسًا. بس يعني أهي دي معلومة اللي هيوصل لهنا أساسًا. والrecord اتطوّل ولأ، لأ، ربنا يعينكم، يعني ربنا يعين اللي هيسمع الحلقة. بجد كل دوّة مش مرئي للكل. والخوف بجد يمنعك تكسر الصورة دي، إن هتقول لنفسك إيه؟ لو الناس دي شافتني على حقيقتي ضعيف ومكسور، هل هيفضلوا؟ والّا هُم بيحبّوا القوة والأفلام اللي أنا بامثّلها ديّة، اللي هو مش أنا. فبجد الخوف نوعًا ما هو لعنة، لعنة إن أنت خايف إن أنت تصارح نفسك بحقيقتك، إن أنت بني آدم عادي، بني آدم عليك أعباء، عليك ضغوطات، مش قادر دايمًا إن أنت تكون شخص مُعطي، مش قادر إن أنت تكون شخص سَنَد. أنت مش بتخون السَنَد، بس أنت قادر إن أنت تسمع، بس برضه أنت يعني جواك محتاج حد إن أنت تساند عليه. يعني لو أنا كل الناس هتسند عليّا، أنا هاسند على مين، على الأرض والّا إيه؟ ما أكيد هانام على الأرض هاتفطس كده يعني، بالمنطق. فيعني محتاجين إن إحنا نعقل الأمر، محتاجين إن إحنا ما نفضلش حاطين نفسنا في الخوف اللي بيخلّيني أكمّل في السجن اللي بنيته لنفسي. لإن بجد الوحدة، الألم بتاعها عامةً من شخص مجرّبها هو أكبر من ألم الكتمان. أنا لو هاكون صريح مع الكل، وده الشخصية اللي أنا باتعامل بيها. أنا حاليًا مش مشكلتي إن أنا اتحوّلت لعبء. مش اللي هو إيه، إن كل الناس بتيجي تسألني أو تستشيرني أو يسّندوا عليّا. لأ، أنا كده تعافيت مع الفكرة ديّة. أنا بقيت مُدرك اللي هو مش كل حد إن أنت تكون له سَنَد. أنت قادر إن أنت تكون شخص جميل ومُعطي، بس مش كل الناس تدّيها بنفس القدر. اللي بيدّي لك قيراط ادّي له قيراط. ما تبقاش شخص يعني over lover. أنا من الأشخاص الover lover أوي، وباحب يعني باحس بقيمتي أوي لمّا بادّي للناس اهتمام، لمّا باهتم بالناس، أعرف يعني أبسط حاجات هُم بيحبوها إيه، أقدّرهم. مثلًا صاحبي بيحب كذا، صاحبي نِفْسه إن هو مثلًا إن هو يشتري أيفون، اللي هو أقعد مثلًا إن أنا أساعده مثلًا إن إحنا نتكلّم، نتناقش، طَب بُص تعالَ أشوف لك review للأيفون الفلاني أو كذا أو تليفون في كذا. دي طريقتي يعني في حُبّي. أنا من الأشخاص اللي بتهتم أوي بالعطاء. ليه؟ لإن ده بيمثّل لي معنى، قيمة لحياتي. ولكن العطاء الزيادة بجد هو شيء وِحِش،
ولازمًا تعرف أنت إمتى بتدّي يعني اللي قدّامك وإمتى تاخد منّه، يعني إن الحياة خُد وهات. وأظن إن أنا اتكلّمت على الموضوع دوّة في حلقة كانت اسمها رايح جاي، إن المشاعر لازمًا تكون رايحة جاية، سواءً في الحُب أو في الصداقة أو في أي شيء، أو سواءً المشاعر ما بين الأب وابنه أو الأم وبنتها، أيًا يكن، المشاعر لازمًا تكون متبادلة، لازمًا الأب زي ما بيحب ابنه، الابن بيحب أبوه، لازمًا كل حاجة تكون رايحة جاية، ما فيش حاجة بتروح في ناحية واحدة. الحاجة اللي بتروح في ناحية واحدة القيمة اللي أنت بتزرعها في نَفْسك، أنت بتزرع في نَفْسك النهارده مثلًا اللي هو إيه، واحدة دي برضه مش رايحة في ناحية واحدة، عارف اللي هو إيه، يعني أنت دلوقتي بتحاول إن أنت تغرس في نَفْسك صفات كويسة، فاللي هو بتلاقيها عايدة لك تاني، بتلاقيها عايدة لك في نجاح، عايدة لك في فلوس، عايدة لك في حاجات كتير. وبجد أنا عايز أعترف، يعني لحد اللحظة ديّة أو لحد الليلة ديّة اللي قررت نوعًا ما فيها أعمل ثورة على نَفْسي وثورة على السلبية اللي أنا كنت فيها. إن أنا باعمل استسلام للحقيقة اللي أنا عايش فيها، باحاول إن أنا أتمرّد على كل الهبل اللي أنا باعمله، باحاول إن أنا أتمرّد على فكرة إن إحنا ليه نكون عندنا إيجابية كذابة. أنا بجد أنا الليلة دي أنا مش تمام زي ما قُلتها لك، ولمّا باقولها باحس إن عضلات كتفي اللي أنا كنت شاددها خلاص هي مريّحة، حاسس إن فَكّي اللي كنت ضاغط عليه وعمّال أجِز نوعًا ما يعني هدي، باحس بأول نَفَس عميق بجد خدته علشان أحاول إن أنا أسجّل record لأ، نَفَسي بقى منتظم أكتر، لإن بجد الاعتراف بيحرّر. دي النقطة اللي أنا باحاول أساسًا من أول الحلقة إن أنا أفوقها لنَفْسي، أنا بجد أنا جاي أعترف إن أنا مش عايز حلول، مش عايز نصايح، مش عايز حد يقول لي هتبقى كويس، كل اللي عايزه الحق في إني ما أكونش كويس، بجد هو ما فيش مشكلة إن أنت ما تكونش كويس، يا اسطى من حقك إن أنت ما تكونش كويس النهارده، من حقك إن أنت ما تكونش كويس بُكرة، بس ما تفضلش طول العمر مش كويس، بجد خُد هُدنة، كل بني آدم محتاج إن هو يفصل، أنت محتاج الحق في إنك تحس باللي باحسه من غير ما أصدر على نفسي أحكام، ليك الحق إن أنت تكون إنسان، أنت مش AI مش روبوت، أنت ليك حق، والحق دوّة أنا بادّيه لنفسي النهارده، وبجد أنا حاسس نوعًا ما براحة رهيبة جدًا. فعامةً لو الكلام دوّة لمس فيك حاجة، ولو حسيت بصدى لصوتك في صوتي عامةً، فأنا مش هاقول لك ما تقلقش، لا اقلق يا اسطى عادي يعني أنا مجنون باهزر عامةً معاك، اقلق عادي، القلق هو عامةً اللي هيخلّيك تطبطب على نفسك. ومش باقول لك حِب نَفْسك لإن الجملة دي مستهلكة وcringe وover أوي يا عم، اسمح لنَفْسك إنّها تكون زي ما هي يا اسطى، عارف بكل اللخبطة، بكل التناقض، بكل الوجع، أنا الحلقة ديّة أنا باقول لك أنا باسجّلها وأنا أساسًا مش هاين عليّا إن أنا أمنتجها، والله بافكّر إن أنا ما اشيلش التقطيعات، ما اشيلش الهبل اللي أنا في لقطات كده اللي هو عارف اللي هو بتقولها اللي هو أنا مثلًا اللي هو بتقول يعني مش باقول أنا يعني باقول مثلًا جملة وأقوم ملخبطة عارف بافكّر والله إن أنا ما اشيلهاش. باحاول إن أنا أسيب الحلقة ديّة بأكتر شكل ارتجالي زي ما هي. عامةً حاول إن أنت تكون زي ما أنت، كون على طبيعتك. وقت ما تحس إنك تعبان قُل للناس إن أنت تعبان عادي جدًا. وقت ما تحس إن أنت فرحان قُل للناس إن أنت فرحان. خلّيك بني آدم تلقائي، ومش طبعًا مش مع الكل، لإن في ناس ما تستحقش تلقائيتك، بس خلّيك تلقائي بجد مع الناس اللي حواليك. والليلة دي بجد قبل ما تنام جرّب تعمل حاجة واحدة بس حقيقية، امسك كوباية الشاي الدافية وركّز في دفاها اللي بيتنقل فيه ده. اسمع أغنية قديمة بجد وسيبها تاخدك لمكان أو اسمع أغنية بتحبها، سيبها تاخدك للمكان اللي هي عايزاه. بُص في السما من شباكك حتى لو فيها نجمة واحدة. عارف اللي هو يعني عايز أقول جملة بس هي هتبان cringe نوعًا ما، حاول إن أنت تتواصل مع جزء حي منك، جزء مش محتاج إن هو يمثّل. وبعد الكلام دوّة وبعد الراحة ديّة حاول إن أنت تنام بارتياح، وأتمنى إن أنت تصبح على حقيقة، حقيقة إننا بشر في الأول وفي الآخر، إن إحنا ناقصين مش كاملين، لإن الكمال لله وحده بس، ولكن نقصنا دوّة هو شكل جميل، لإن ربنا خلقنا في أحسن تقويم، فالنقص بتاعنا دوّة هو اللي مخلّينا مميزين جدًا، وإن في ضعفنا بتكمن إنسانيتنا كلنا. فبس أتمنى إن أنتم تكونوا في أحسن حال، وأتمنى إن إحنا كلنا نخش الجنة. كانت دي حلقة جديدة من بيني وبين نفسي، أنا أحمد الغنيمي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش إن أنت تعمل لايك وسبسكرايب وتبعت الحلقة دي لكل أصحابك اللي أنت شايف إن هم هيستفادوا منها، واعمل لي comment لو أنت وصلت يعني للآخر أو استفدت من الحلقة، ناقشني في أي شيء أنا عادي أنا فاضي يعني. أتمنى كلنا نخش الجنة، وكان معاكم أحمد الغنيمي، والسلام.